بسم الله الرحمن الرحيم. الوعد الأول والوعد الثاني على بني إسرائيل. عايزكم تركزوا قوي في الحلقة دي عشان هتسمعوا أسرار ومعلومات لأول مرة تسمعوها في حياتكم، وهنفتح عينينا على الأسرار اللي محدش عايز يقولها لكم. كلنا بنتابع الأحداث وبنشوف الحرب اللي دايرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الأرض واللي بقالها أكتر من 70 سنة، ولكن في حاجة مش فاهمينها ومش واخدين بالنا منها، وهي جمع وربط إسرائيل باليهود. طب لما هنيجي نتكلم على الوعد الأول والوعد الثاني في سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. طب الأول احنا عايزين نعرف هم مين بني إسرائيل. بني إسرائيل ذكروا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا، مع سيدنا موسى ومع سيدنا عيسى، وبيقولوا إن سيدنا يعقوب هو إسرائيل. طب منين الكلام ده؟ هنعرف دلوقتي. طيب لما نيجي نشوف في موضع في القرآن الكريم في سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. 5 آيات، وركز في الكلام ده، 5 آيات ذكروا قصة اللي احنا بنقول عليهم قابيل وهابيل في القرآن الكريم، وذكر القربان اللي حبوا يتقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى، قربان إلى الله سبحانه وتعالى عشان يتقبل منهم العمل. ففي أخ قتل أخوه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هنا ظهر اسم إسرائيل من حيث لا نحتسب. ظهر اسم إسرائيل ملوش علاقة بالقصة خالص، ولكن هو مرتبط ارتباط وثيق بالقصة. إسرائيل يطلق على ابن آدم القاتل، وخلي بالك الكلام ده إسرائيل عارفاه وبريطانيا عارفاه والأمريكان عارفينه. إسرائيل أطلق على ابن آدم ليه؟ لأنه تم إسراؤه من مصر إلى الأرض المقدسة لأول صفة توفرت فيه وهي صفة الإسراء، ولذلك قضاء بني إسرائيل في الكتاب ذكرت في سورة الإسراء. نخلي بالنا إن الإسراء ده مقام وسنة أصلا عن النبي هنتكلم عليها بعدين، مقام الإسراء، وأنا كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، حرف السين، مقام الإسراء. الأرض فيها مثلث احنا بنقول عليه مثلث برمودا، هم فاكرينه في المحيط، ولكن مثلث برمودا مكون من 3 نقط: مكة، المسجد الأقصى، وسيناء. ال3 نقط دول هم مثلث الحكم في الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الأرض. مثلث الحكم يعني المثلث اللي فيه العلم والسلطان والملك والتجلي. وخلي بالكم ان كل واحد فينا ليه مثلث برمودا بتاعه، او مثلث القوة والضعف بتاعه. مثلث برمودا ده مش للضعف بس، ده مثلث قوة وضعف. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد لو توفرت معاه ال3 نقط، الزمان والمكان والحادث، يحصل له نفس الحادثة بالظبط. احيانا انت تروح مكان في نفس اليوم ويحصل لك نفس التأثير أو نفس الشعور، سواء كويس أو وحش، سواء قوي، شعور قوي أو شعور ضعيف. هو ده مثلث الحكم ومثلث القوة، وده الرمز اللي أحيانا بيستخدمه الشيطان الرجيم، وده هنتكلم عليه بعدين. مثلث الحكم بقى على الأرض هما ال3 نقط اللي أنا قلت لحضرتك عليهم. الانتقال من أي نقطة إلى التانية يسمى إسراء، ولكن إحنا بنقول على أول قبلة اللي هو المسجد الأقصى، الانتقال من مكة أو من سيناء إليها تسمى إسراء. والحرف المتحكم في هذا الإسراء هو حرف السين، ونركز في دي عشان هنرجع لها كمان شوية. طيب بمجرد ما ابن آدم
قتل أخوه تم إسراؤه إلى الأرض المقدسة. القربان اللي كانوا بيقدموها دي كانوا بيعملوها في مصر. أول لما حصلت صفة القتل، يعني هو قتلوا، هو كانوا بيقربوا القربان في مصر، قتلوا عند المسجد الأقصى. أول لما قتلوا أصبح هنا بالظبط توفرت فيه اسم إسرائيل، إن هو تم إسراؤه من سينا، حرف السين، إلى المسجد الأقصى، وتوفرت فيه صفة الفساد وصفة القتل. الثلاث صفات دول لما يتجمعوا فيه هنا اتسمى إسرائيل، وبني اللي هيجوا بعده هيبقوا بني إسرائيل. ولذلك أول لما راح عند المسجد الأقصى وتسمى إسرائيل ما كانش عارف يعمل إيه، فربنا بعث ليه غراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى بعث غراب؟ غراب حاجتين، احنا نتكلم إن شاء الله على الحيوانات في القرآن الكريم بصفاتها وتأويلاتها. الغراب لأنه كان غريب على الأرض، تاني حاجة لأنه جاي من جهة الغرب، يعني جاي من مصر، وده البعث. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، برضو البعث نفس البعث ده اللي هيجي من جهة الغرب برضو عشان يحققوا الوعد الأول والوعد الثاني على بني إسرائيل اللي قتل في الأرض المقدسة. الخمس آيات اللي ربنا ذكرهم في قصة ابني آدم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، الخمس آيات دول رقم 5 أصلا هو الرقم المتحكم في بداية إسرائيل وزوال إسرائيل كدولة. طبعا إسرائيل ذكرت في القرآن الكريم 42 مرة، وهي دي السنة اللي بدأت إسرائيل تحط فيها رجلها بقوة في الأرض المقدسة. ولكن رقم 5 زي ما قلنا هو المتحكم في بداية إسرائيل وفي زوال إسرائيل. إسرائيل سميت كدولة 14 مايو 48، إعلان دولة إسرائيل، ميلاد دولة إسرائيل. 14 يعني 5، ولذلك زوال إسرائيل هيكون في يوم 5 أو 14 أو 23. ده بالنسبة لليوم. بالنسبة لليوم الأسبوعي طبعا يوم السبت، وده معروف جدا لإسرائيل من زمان جدا، لأن هو اليوم اللي هيبقى فيه سباتهم، ولذلك بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدار. يعني أصلا مش هيبقى فيه حرب لا في الوعد الأول ولا في الوعد الثاني، لأنهم هيبقوا في سبات عميق يوم السبت. فكده احنا عرفنا اليوم وعرفنا اليوم الأسبوعي. طبعا الشهر شهر 10 أكتوبر، وده طبعا عرفناه. السنة هسيبكم تكتبوها من سورة الإسراء. كده احنا عرفنا مين هو إسرائيل، ليه اتسمى إسرائيل، ولازم عشان يتسمى إسرائيل تتوفر فيه هذه الصفات: صفة الإسراء، صفة الإسراء الرباني، صفة الفساد، وصفة القتل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وده مكتوب على بني إسرائيل بس. طيب احنا قلنا ان صفة الإسراء دي صفة ربانية، مقام ربنا ميز بيه ابن آدم رغم انه فاسد وقاتل ونادم، ولكنه سمى إسرائيل تكريما لآدم عليه السلام، ولارتباطه بالعلم والمكان المقدس. طيب نروح على سورة الإسراء ونشوف المقام الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف الوعدين اللي ربنا قضاهم إلى بني إسرائيل اللي هو ابن آدم عليه السلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يبقى احنا قلنا ال3 نقط بتوع المثلث، انتقال من أي نقطة إلى القبلة تسمى إسراء، وده انتقال مقام. لو رحت من المسجد الأقصى للمسجد الحرام إسراء، لو رحت من المسجد الأقصى إلى سينا والوادي المقدس إسراء برضو. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل في المكان اللي احنا قلنا عليه: ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. ذرية من حملنا مع نوح يعني الناس اللي كانوا ركبوا مع نوح في السفينة من ذرية بني إسرائيل اللي هو ابن آدم عليه السلام.
إنه كان عبدا شكورا. بعد كده وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. طيب لحد هنا في حاجة مهمة جدا عايزين نقولها. صفة اليهود ما ظهرتش خالص لا مع سيدنا موسى ولا مع سيدنا عيسى، ولذلك احنا بنقول ان اليهود يعني ما ينفعش اجي انا اقول على بني اسرائيل. طبعا في ناس بتقول ان اسرائيل هو سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب ممكن نسمي بني اسرائيل برضو، ولكن مش ده الاساس. احنا لو خدنا ان يعقوب هو اسرائيل الاساسي كده القضية باظت. ليه؟ لان الفلسطينيين والاسرائيليين الاتنين اولاد يعقوب، ودي الغلطة اللي عايزين يوقعونا فيها، ان الاتنين اولاد يعقوب والاتنين اصحاب الارض. لا، هو يعقوب ملوش علاقة باسرائيل القاتل الفاسد. صفة الاسرائيلية للناس اللي تم اسرائهم وتوفرت فيهم صفة الفساد والقتل، هنا اتسمى اسرائيل. لذلك بنو اسرائيل الاولاد بقى سيدنا يعقوب لما ربنا ارسل ليهم انبياء وقتلوهم اتسموا برضو بني إسرائيل. فقوم موسى وقوم عيسى هم بني إسرائيل، سواء أبناء يعقوب أو أبناء ابن آدم، الاتنين توفرت فيهم نفس الصفات. طيب إمتى ظهرت صفة اليهود؟ وخلي بالكم من حاجة مهمة جدا هنقولها دلوقتي، إن بني إسرائيل هم مش كلهم يهود، لأن الدين اللي جاي بيه سيدنا موسى واللي جاي بيه سيدنا عيسى هو دين الإسلام. حتى يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية تانية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فصفة اليهود وصفة النصارى دول صفات، يعني ما ينفعش تيجي تقول لي الناس اللي بتيجي تقول إن اليهود اتسموا على اسم يهوذا بن يعقوب. هو إيه يا جماعة؟ هو مين يهوذا ده أصلا؟ هو حد عارفه؟ محدش يعرف يهوذا. ممكن يكون مذكور في التوراة في الإنجيل، ولكن القرآن لم يذكر يهوذا، فأنا ماليش دعوة بيهوذا ده خالص. اليهود هم الذين هادوا، يعني في ناس من بني إسرائيل اتوفرت فيهم خلاص بقى. احنا قلنا بني إسرائيل توفرت فيهم صفة الفساد والقتل وقتل الأنبياء وسمعونا للكذب وهكذا. في بقى ناس من دول هادوا، اهتدوا، تابوا، وبعد كده تهودوا عن أمر الحق فتسموا يهود. وقالت اليهود عزير بن الله، ده كفر. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ده كفر. فسواء اليهود أو النصارى الاثنين لا ليهم علاقة لا بسيدنا موسى ولا بسيدنا عيسى، لأن الاثنين أصلا جايين بدين الإسلام. حتى سيدنا إبراهيم ووصى به بنيه، وسيدنا يعقوب، ومن بعد سيدنا يوسف وموسى وعيسى، حتى داود وسليمان وكل أنبياء بني إسرائيل. طيب لحد هنا لسه ما دخلناش على الوعد الأول والوعد الثاني. الوعد الأول على بني إسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. طبعا قضاء ربنا سبحانه وتعالى نسبة إلى وتكريما إلى آدم عليه السلام، ولذلك احنا قلنا إسرائيل هو الإسراء الرباني إلى الأرض المقدسة. الإسراء الرباني إلى الأرض المقدسة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. تفسدن في الأرض مرتين. اشمعنى مرتين؟ مرة لابن آدم ومرة لأبناء يعقوب، هم دول المرتين. ولكن المرتين دول هم لسه ما حصلوش، لأن الكتاب في إيدنا من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الكتاب كامل. فلذلك ما ينفعش أنا أجي أقول حادثة إن الوعد الأول خلص أيام داود أو أيام سيدنا موسى أو أيام مش عارف إيه. ما ينفعش، الكتاب وصل كاملا مع بعثة النبي، فما ينفعش غير أن يكون الوعدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. قضينا إلى بني إسرائيل، ما قضيناش إلى اليهود عشان نفرق. يعني بني إسرائيل في الأصل مسلمين، لأن ده دين موسى عليه السلام. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وقلنا مرتين ليه؟ ولا تعلن علوا كبيرا، يعني لازم يكون في فساد، وبعد الفساد في علو وكبير. يعني علوا كبيرا؟ علوا كبيرا يعني هتكونوا من أكابر الأرض، يعني من أكبر الدول الموجودة على الأرض. فالفساد الأول، إسرائيل تكونت سنة
48 ما ينفعش قبل كده، ما كانش في إسرائيل، كان في يهود وماليش دعوة بيهم خالص. أنا ليا دعوة بإسرائيل، ناس تم إسرائهم إلى الأرض المقدسة، توفرت فيهم صفة الفساد وصفة القتل. وخلوا بالكم عشان هقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا هتسمعوها دلوقتي. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، نفس الغراب اللي ربنا سبحانه وتعالى بعثه لابن آدم عشان يوري له كيف يواري سوءة أخيه. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. بعثنا يعني ناس جت من الموت وناس جت من اتجاه مخالف، والاتنين الصفتين دول هيتوفروا في الوعد الأول، وهيجوا من النقطتين اللي حدثت منهم الإسراء. يعني العباد دول هيجوا من جهة الغرب من ناحية مصر ومن ناحية مكة. عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فجاسوا، شفتوا الجاسوس كده لما يجي واحد بيقعد يتجسس، يعني يقعد عايز يسمع الخبر منين ويسمع الخبر منين، بيتجسس يعني. أو مثلا حد يجي يقول لك جسوا كده شوفوا، يعني إيه؟ بيتتبع الإسرائيلي. فجاسوا خلال الديار، هيخش كل دار من الديار ويتتبعوا الإسرائيليين. عشان كده زي ما بقول لكم هيبقى يوم سبت، لأن هم هيكونوا فيه سبات تام. فجاسوا خلال الديار. فجاسوا خلال الديار مش خلال البيوت، وده معنى كده إن المنطقة اللي العباد هيخشوها هتكون فيها عمران، مش هتكون صحراء. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم. وهنا كلام مهم جدا جدا جدا. أولا في حاجة عايزين ناخد بالنا منها. ربنا سبحانه وتعالى لما بيخاطب بني إسرائيل بيخاطبهم مباشرة، يعني بيقول لهم إيه؟ بعثنا عليكم، مش بعثنا عليهم. انتوا عارفين ده معناه إيه؟ إن لما يجي الوعد الأول أو الوعد الثاني على بني إسرائيل هيكون أكثرهم ممن يتلون الكتاب، يعني الكتاب هيبقى بتاعهم. يعني بني إسرائيل في خلال الوعد الأول قد يكون أكثرهم من المسلمين. ثم رددنا لكم القرة عليهم، يعني العباد هم مفروض البعاد. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم. يعني بعد ما يخلص الوعد الأول اللي هو زي ما قلنا في خلال السنين اللي جاية، زي ما قلت عد حضرتك 50 سنة من 2020، ولو دورت في سورة الإسراء هتطلع السنة، بس احنا مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي. لما يحصل الوعد الأول وتيجي بني إسرائيل تبدأ تتكون تاني، وانت لو لاحظت حواليك في الدول العربية هتلاقي ناس كتير جدا مسلمة ولكنها من بني إسرائيل. فده بالنسبة للوعد الأول. الوعد الثاني، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن أحسنتم لأنفسكم؟ هو ده معناه إيه؟ معناه إن ممكن تكون الأرض حقك وتحسن فيها وأنا كاتبها لك، لأن أنت الإسراء زي ما قلنا إسراء رباني، عشان كده تسمى إسرائيل نسبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أحسنتم لأنفسكم لأن وعد الآخرة هيكون في زمن عيسى عليه السلام نبي بني إسرائيل. وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. يعني في فترة زمنية بعد الوعد الأول، لأن خلاص صفة الفساد إسرائيل عملتها، ودي كلنا شايفينها ولسه هتزود الفساد ده على فكرة. وأزول حاجة لأهالي غزة وفلسطين، خلي بالكم الكلام اللي بنقوله ده ما يسببش إحباط. كده الناس اللي بتموت دي بتستشهد، يعني إيه؟ يعني بتروح لمقام الجنة، مقام عالي، مقام استشهاد، مقام حياة أبدية بيأكل من ثمار الجنة. هو كده خرج من سجن راح لجنة، فإحنا ما نزعلش عليه أبدا، ده راح للجنة. ولكن إحنا بنتكلم بالحق بكلام القرآن الكريم. في فترة زمنية بعد الوعد الأول
هيبدأ فيها يتكون مجموعة كتيرة من بني إسرائيل من المسلمين. يعني دلوقتي هم مش كتير، ولكن في وعد الآخرة، ده في زمن الآخرة، ده لسه كمان 2000 سنة مثلا، هيكون في كتير من بني إسرائيل من المسلمين. ولذلك ربنا بيخاطبهم بصيغة القريب: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، اللي هو احنا فامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يعني ممكن يحسنوا، ولكن هما كده كده هيسوءوا، لأن هما بني إسرائيل، دي صفة مكتوبة عليهم. طب ففي زمن المجتمعات هتعيش فيها مع بعض عادي، ده بعد الوعد الأول اللي إن شاء الله قريب. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. يعني أول مرة بني إسرائيل هيبقى معهم المسجد، وده لسه ما حصلش ولكنه هيحصل للأسف. وليتبروا ما علوا تدبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. ده معناها عسى ربكم أن يرحمكم، لأنه هيكون في زمن عيسى عليه السلام. ده معناها أن هيكون في منهم مسلمين كتير، عشان كده ربنا ممكن يرحمهم. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ده باختصار شديد الوعد الأول والوعد الثاني على بني إسرائيل. محدش يضحك عليكم ويقول لكم اليهود والنصارى كده كده. اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، دي حاجة ما فيهاش مشكلة، ولكن اليهود نسبة للذين هادوا، والنصارى نسبة للذين ناصروا سيدنا عيسى عليه السلام. وإلا بقى كنا احنا تسمينا المحمدين، ولكن احنا متسمينا مسلمين نسبة للصفة اللي إبراهيم عليه السلام أسسها ووضع أركانها، وهي أسلم وجهه لله رب العالمين. هو سماكم المسلمين، هو سماكم. خلي بالنا من علم الأسماء، لأن علم الأسماء ده هو العلم اللي هم بيلعبوا بيه عشان يبوظوا بيه الأفكار، عشان بناء عليها الأفكار دي هو اللي هيعرف يحط بها القواعد ويحط بها القوانين ويحط بها كل حاجة. بني إسرائيل مش هم اليهود، بني إسرائيل ممكن يكون في منهم كتير قوي مسلمين. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.